أنا بسجل الكلام ده عشان ما بقاش لوحدي في اللي بيحصل. لو حد لقى التسجيل ده يبقى خالد ما كانش مجنون. الخوف يا جماعة مش ضلمة وأشباح. الخوف الحقيقي هو إنك تكتشف إن السكينة اللي انت عايش فيها كانت وهم، وإن الحيطة اللي بتفصل بينك وبين جارك هي مجرد ستارة لجهنم. أنا ساكن في شقة قديمة في عمارة في وسط البلد، هادية لدرجة تخوف. الشقة اللي جنبي رقم 9 كانت مقفولة سنين طويلة من وقت ما الست تفيدة صاحبتها اختفت ومحدش عارف لها طريق. فجأة ومن غير مقدمات الباب اتفتح وسكن فيها واحد اسمه عاصم، راجل وشه خالي من أي تعبير، لابس بلطو تقيل في عز الصيف وعينه فيها نظرة بتخليك تحس إنك عريان قدامه. عم محروس البواب قال لي إنه دفع خلو رجل مبلغ خيالي وطلب إن محدش يخبط عليه مهما حصل. بعد كام يوم بدأت الحكاية. كل يوم أول ما الساعة تدق 12 بالليل يبدأ صوت نقير منتظم، تك تك تك، كأن في حد بينحت في قلب الحيطة بصبر غريب. مش صوت شنيور ولا شاكوش، ده صوت يدوي دقيق ومعاه صوت سحل حاجة تقيلة بتتحرك على الأرض وبعدها شخللة رمل بيتحط في شكاير. حاولت كذا مرة أقابله صدفة أسأله إيه اللي بيحصل، بس الراجل ده كان شبح بيدخل ويخرج في أوقات مريبة وكأنه مش عايش في زماننا. في ليلة الصوت كان عالي قوي، لزقت ودني في الحيطة اللي ورا سريري وسمعت وشوشة، مش كلام عربي ولا أي لغة أعرفها، كلمات حادة ومشرشرة كأنها موس بيجرح الودن، كان بيتمتمت بيها بنبرة مرعبة. قلبي بدأ يضرب في صدري زي الطبلة. وفي الأيام اللي بعدها الرعب دخل بيتي فعليا. بدأت حاجات تختفي، كوباية المية اللي بملاها قبل ما انام أصحى ألاقيها ناشفة، ساعة إيدي اللي كانت على الترابيزة اختفت، والصدمة كانت لما دورت على نسخة مفتاح الشقة اللي كنت شايلها في درج المكتب وما لقيتهاش. الكالون سليم والشبابيك متقفلة. إزاي ده بيحصل؟ الليلة المشؤومة كنت قاعد في الصالة وفجأة سمعت صوت خربشة طالعة من تحت رجلي، من تحت البلاطة. جسمي اتخشب وشعري وقف. وطيت ببطء وحطيت ودني على الأرض. الصوت كان بيقرب، في حاجة بتحفر نفق تحت شقتي وجاية في اتجاهي. جبت عتلة حديد وبدأت أخلع في بلاطة الصالة بكل قوتي، ولما اترفعت شفت سواد ملوش آخر، نفق ضيق ريحته عفونة وتراب قديم وريحة فواكه معطنة تقلب البطن. نزلت جوه الفتحة، الفضول كان بياكلني. زحفت في النفق اللي ممتد لحد شقة عاصم، طلعت راسي من فتحة في أوضة نومه. شفت الأوضة فاضية تماما، ما فيهاش غير أدوات حفر بدائية ونفق تاني محفور في الحيطة وداخل لأعماق العمارة. رجعت وزحفت في الاتجاه المعاكس تحت شقتي أنا لحد ما وصلت الحيطة طوب أحمر قديمة جدا، طوبة منها كانت بتتحرك. زقتها وبصيت وراها كان في سرداب أثري مخفي، جدرانه عليها نقوش لناس بتقدم قرابين لكيان ملوش ملامح. وجهت كشاف الموبايل والنور خبط في وش تمثال حجري عملاق واقف قدام الفتحة بالظبط. عينيه الواسعة والناشفة كانت بتبص في عينيا مباشرة، كأنه كان مستني اللحظة دي من آلاف السنين عشان يلاقي قربان جديد. أنا دلوقتي قافل شقتي وقاعد، وصوت الخبط مش جاي من الحيطة، الخبط جاي من تحت السرير بتاعي. عاصم مش بس جار، عاصم كان بيبني لي طريق لعنده. أنا فضلت مكاني متلجم، مش عارف حتى أرمش. التمثال ده ما كانش مجرد حجر، ده كان كيان حارس بقاله آلاف السنين مستني حد يغلط ويدخل مملكته. بلعت ريقي بصعوبة وزقيت طوبتين 3 عشان أوسع الفتحة وأعدي. كان لازم أفهم الراجل ده بيعمل إيه تحت شقتي. دخلت السرداب ولقيت نفسي في قاعة وسيعة سقفها عالي لدرجة إن الكشاف ما جابش آخره. الجدران كانت حجر رملي والهوا تقيل كأنه مخزون في علبة صفيح مصدية.
لما مشيت الكشاف على الحيطان شفت نقوش غريبة، مش دي اللي بنشوفها في التلفزيون. كانت نقوش مرسومة بدموية تقبض القلب، ناس بتتدبح قدام آلهة نصها حيوان ونصها مسخ، كأنها طقوس سودة مش مدفونة غير عشان تتنسي. في نص القاعة كان في مذبح حجري عليه بقع سودة ناشفة من سنين، كانت بقع دم، وحوالين المذبح ده تماثيل صغيرة عينيها كانت بتلمع تحت نور كشافي كأنها بتتحرك معايا. المكان ده ما كانش مجرد مقبرة، ده كان معبد سري مدفون تحت أساسات العمارة، وعاصم عارف السكة ليه وقرر يفتحه. بدأت أتحرك بحذر ولقيت ممر ضيق آخره سلم حجري نازل لتحت. نزلت وأنا حاسس إن قلبي هيقف من الرعب. السلم وصلني لأوضة تانية، بس المرة دي ما كانش فيها نقوش، كان فيها بشر. الأوضة كانت متقسمة أركان، كل ركن فيه كراكيب لناس غريبة، نضارة مكسورة، ساعة إيد، وفي ركن لوحده لقيت سلسلة فضة محفور عليها اسم تفيدة. تفيدة، الست اللي اختفت من شقة جاري. جسمي كله اتنفض. السلسلة دي كانت جنبه متعلقات تانية، محفظة، حلق، حتى لعبة أطفال صغيرة. المكان ده ما كانش معبد بس، ده كان متحف غنايم للسفاح ده. فجأة سمعت صوت خطوات فوقي في شقة عاصم. اتجمدت. الراجل رجع. جريت زي المجنون للقاعة الكبيرة، دخلت النفق ورجعت الطوب مكانه بالملي. فضلت مستخبي في الضلمة وسامع صوت بلاط وهي بتتشال. هو نزل. فضلت حابس أنفاسي وهو بيتمتم بكلام مش مفهوم في القاعة اللي كنت فيها من ثواني. دقايق مرت كأنها ظهر، لحد ما سمعت صوت خطواته بتبعد وبلاطته بتتقفل. استنيت نص ساعة كاملة ما بتحركش، وبعدين زحفت رجعت شقتي. طلعت من الحفرة وجسمي بينتفض. دخلت الحمام، رجعت كل اللي في بطني من القرف والرعب. فضلت صاحي لحد الصبح وقررت إني لازم أبلغ، لازم حد يخلصنا من الوحش ده. لبست هدومي وجيت أفتح الباب عشان أنزل، لقيت علبة كبريت قديمة محطوطة على العتبة، نفس العلبة اللي شفتها تحت جنب سلسلة تفيدة. دي ما كانتش علبة كبريت، دي كانت كارت زيارة، هو عارف إني كنت عنده. بصيت من الشباك بحذر، لمحت عاصم واقف تحت العمارة بيبص لفوق، بيبص لفتحة شباكي بالظبط، والأول مرة أشوف وشه في نور الربنا، وش شاحب زي الجثث وعينين غايرة ما فيهاش أي لمعة حياة. بس اللي خلاني أصرخ من غير صوت إنه كان لابس الساعة اللي شفتها في أوضة الغنايم تحت. فهمت اللعبة، المقتنيات دي ما كانتش ذكرى، دي كانت أرواح هو بيجمعها، وأنا دلوقتي بقيت الروح اللي عليها الدور. قفلت الستاير وجريت لجوه. كنت زي الفار اللي دخل المصيادة بإيده. لو بلغت البوليس هيقولوا عليا مجنون. نفق ومقبرة وسفاح، مفيش دليل مادي يخليهم يصدقوني، وممكن ياخدوني المستشفى وابقى فريسة سهلة ليه هناك. كان قدامي حل واحد انتحاري، لازم أنزل تاني، لازم أجيب دليل مادي من متحف الغنايم بتاعه. سلسلة تفيدة هي اللي هتوديه ورا الشمس. استنيت لحد الساعة 11:30 بالليل، قبل ميعاده المعتاد بنص ساعة. جهزت كشاف قوي وجوانتي عشان البصمات وسكينة مطبخ كبيرة للوقت الضايع. نزلت النفق والريحة كانت بتخنقني أكتر من أول مرة. زحفت لحد القاعة ودخلت أوضة المقتنيات. عيني راحت على ركن تفيدة، السلسلة لسه هناك. مديت إيدي وأخدتها وحطيتها في جيبي، ده الدليل اللي هيدمره. لسه بلف عشان أهرب، سمعت صوت خطوات حافية وبطيئة عند مدخل الأوضة. قلبي سقط في رجلي، لسه الساعة ما جاتش 12، الراجل ده غير مواعيده. طفيت الكشاف فورا واستخبيت ورا كومة خشب قديمة في الركن. الضلمة بقت زي القطر والخطوات بتقرب. تش تش تش. وفجأة شفت خيال ضخم وطويل واقف على باب الأوضة. عاصم ما كانش شايل كشاف، كان ماشي في الضلمة كأنه بيشوف بقلبه، وبص ناحية الكومة اللي أنا مستخبي وراها وقال بصوت واطي ومحبوك:
الدليل اللي بتدور عليه يا خالد مش السلسلة، الدليل هو إنك ما كنتش لوحدك وإنت بتسجل. في اللحظة اللي كنت مستخبي فيها ورا كومة الخشب والضلمة محوطاني زي الكفن، شفته عاصم واقف على الباب. ما قدرتش أميز وشه، بس نظراته كانت بتخترق الضلمة وبتحس على جسمي زي المشرط. فضل واقف ظهر دقيقة كاملة، ما حسبتهاش بالساعة، حسبتها بدقات قلبي اللي كانت بتنفجر في صدري. كنت متأكد إنه سامع نفسي ومستني اللحظة اللي ههجم فيها أو أصرخ، بس هو عمل حركة شلت تفكيري. مد إيده بهدوء وحط حاجة على الأرض، حاجة عملت صوت خبطة خشب ناشفة، ولف ومشي في سكوت تام كأنه ما كانش موجود أصلا. فضلت مكاني ربع ساعة لحد ما اتأكدت إن ريحة أنفاسه اختفت. نورت الكشاف برعشة في إيدي وشفت الهدية اللي سابها. كانت علبة خشب قديمة ريحتها بخور ميتين. فتحت الغطا ببطء، وجوه على قطيفة حمرة زي لون الدم لقيت مفتاحي، المفتاح الاحتياطي بتاعي اللي اختفى من بيتي. وتحت العلبة ورقة صغيرة مكتوبة بكلمة واحدة مرسومة بخط إيد يشبه خربشة الضوافر على الحجر، كلمة قربان. الكلمة دي كانت الصدمة اللي فوقتني على الحقيقة المرعبة. عاصم ما كانش بيطاردني، هو كان بيربيني عشان اللحظة دي. هو اللي ساب لي طرف الخيط عشان أنزل، وهو اللي استدرجني للمقبرة. اللعبة كلها كانت من تأليفه، وأنا كنت الممثل اللي بيمثل دوره بعبط. رجعت شقتي وأنا منهار، رميت المفتاح على الترابيزة وقعدت في الصالة الضلمة. ما كنتش محتاج أهرب، لأني عارف إن الهارب من عاصم كأنه بيهرب من ظله. الساعة دقت 12، مفيش صوت حفر المرة دي كان صوت خطوات بره في الطرقة، خطوات عارفة سكتها كويس. سمعت صوت المفتاح بيدخل في الكالون، مفتاحي أنا. الباب اتفتح ببطء ودخل عاصم ببلطوه الأسود ووش اللي بلون الجبس. كان في إيده خنجر أثري سنه رفيع وطويل زي اللي شفته في نقوش المعبد تحت. نورت يا خالد، قالها بصوت بارد كأنه جاي من تلاجة موتى. كنت عارف إنك مش هتتأخر. لساني كان مربوط، ما كنتش قادر حتى أستغيث. قرب مني وقال: المكان اللي تحت ده محتاج دم يغذي عروق الحجر، والست تفيدة ما كانتش كفاية. المعبد هو اللي اختارك يا خالد، بس ما كانش مختارك عشان تموت بس، كان مختارك عشان حاجة أكبر. رفع الخنجر وعينه بتلمع ببريق شيطاني. غمضت عيني واستسلمت لليأس، استنيت السكينة تقطع رقبتي، بس اللي حصل كسر كل قوانين الطبيعة. سمعت صرخة مكتومة، صرخة وجع طالعة من حنجرة عاصم نفسه. فتحت عيني وشفت المنظر اللي مش هنساه. الخنجر كان مغروس في قلب عاصم هو، وإيدي أنا هي اللي كانت ماسكة اليد. إزاي؟ أنا ما اتحركتش، كأني في قوة خفية سكنت جسمي في اللحظة دي، حركت دراعي بسرعة البرق، لفت إيده وغرزت الخنجر في صدره هو. وقع عاصم على الأرض وبصلي نظرة أخيرة ما كانش فيها غل، كان فيها رضا، وراح. قعدت جنبه بنهج، عقلي مش مستوعب المعجزة دي. بس فجأة السكون اتقطع، مش بصوت خبط، بصوت همس جماعي طالع من تحت البلاط. آلاف الأصوات بتمتمت بكلمة واحدة: شكر. قمت وقفت والرهبة اختفت وحل مكانها برود غريب. الريحة اللي طالعة من الفتحة ما بقتش عفونة، بقت ريحة بخور ملكي فخم. نزلت النفق تاني، وأول ما دخلت غرفة القرابين الشعلات اللي على الحيطان نورت لوحدها بنار لونها أزرق. بصيت للتمثال الضخم، ملامحه القاسية اتغيرت وبقى باصص لي بامتنان حقيقي. بصيت على جثة عاصم فوق وفهمت، هو ما كانش غلطان لما قال إن المكان اختارني، هو بس فهم الوظيفة غلط. المعبد ما كانش عايزني قربان، المعبد كان بيدور على سيد جديد، حارس أقوى من عاصم اللي كبر وعجز. سحبت جثة عاصم ورميتها قدام المذبح كأول تحية مني للمكان. رجعت شقتي، مسحت الدم ورجعت البلاطة مكانها. العمارة رجعت هادية، بس هدوء مهيب،
هدوء المملكة اللي ملكها رجع لعرشه. أنا دلوقتي ببص في المراية، ملامحي بدأت تبهت وتصفر وعينيا بدأت تسود. فاضل سنة كاملة على ميعاد القربان الجاي، ومحتاج من دلوقتي أدور على جار جديد، جار فضولي بيحب يسمع الأصوات اللي بتطلع من تحت البلاط. سنة كاملة مرت وأنا قاعد في الشقة دي، ما خرجتش منها غير للضرورة القصوى. ملامحي في المراية ما بقتش بتاعتي، وشي بقى شاحب زي الورق، وعينيا قارت لجوه وبقى حواليها سواد ما بيتمسحش، كأن السواد ده هو الضلمة اللي بتسحب روحي ببطء. الهدوء اللي كان في الأول اتحول لجوع. المعبد اللي تحت مش مجرد حجر ونقوش، ده كيان بيحس، بيتنفس وبيجوع. الأصوات اللي كانت همس بقت صريخ مكتوم في ودني طول الليل. الحيطان بدأت تفرز مادة لزجة لونها غامق وريحتها زي ريحة الصدأ، ريحة الدم القديم. في ليلة كنت نايم وحلمت إن عاصم واقف فوق راسي، بس ما كانش بني آدم، كان عبارة عن كومة من التراب والديدان، وبيهمس لي: الدور جه عليك يا خالد. المعبد مش بيكتفي بجثة واحدة، المعبد عايز الحياة اللي جوه عينيك. صحيت مفزوع على صوت خبط جاي من الشقة اللي جنبنا، الشقة اللي كانت بتاعت عاصم. البواب سكن فيها طالب جديد، شاب صغير وفضولي اسمه مازن. أول ما شفته عرفت إنه هو ده. العروق اللي في رقبتي بدأت تنبض، وحسيت بريق ناشف وجوع ملوش وصف. بدأت أمارس طقوسي، بدأت أنحت في الحيطة الساعة 12 بالليل. كنت بسمع صوت أنفاسه المرعوبة من ورا الحيطة، وكنت بضحك في سري. أنا مش بقتله، أنا بجهزه عشان يكون جزء من الخلود اللي تحتنا. الليلة الساعة دقت 12. مازن خلع البلاطة اللي عنده، الفضول سحبه زي ما سحبني زمان. أنا كنت مستنيه تحت، واقف في الضلمة ورا التمثال الضخم. لما نزل ووجه كشافه ما كنتش مستخبي، وقفت قدامه بوضوح. مازن صرخ صرخة قطعت نياط القلب، بس الصرخة دي ما خرجتش بره السرداب. التمثال فجأة فتح بقه الحجري وطلع منه دخان اسود لف جسم مازن وشله تماما. قربت منه ومسكت الخنجر الأثري، بصيت في عينيه وشفت الرعب اللي كنت بحس بيه زمان، بس المرة دي الرعب ده ما كانش بيخوفني، كان بيشبعني. لما غرست الخنجر ما حسيتش بذنب، حسيت إن الأرض بتتهز تحت رجلي بمتعة، والرسومات اللي على الحيطان بدأت تتحرك. الناس اللي في النقوش بدأت تخرج منها وتلف حوالينا في رقصة شيطانية صامتة. لكن الصدمة الحقيقية حصلت لما بصيت في المذبح. الدم اللي نزل من مازن ما كانش بيجري على الأرض، الدم كان بيطلع لفوق وبيدخل في مسامي. جسمي بدأ يتمدد، وعظمي بدأ يطرقع ويتحرك من مكانه بصوت يقشعر له الأبدان. أنا ما بقيتش الحارس، أنا بقيت التمثال. جلدي بدأ يتحول لحجر بارد، وحركتي بقت تقيلة وصعبة. عاصم ما كانش بيموت، عاصم كان بيفك لعنته وينقلها ليا. هو دلوقتي حر في ملكوت تاني، وأنا اللي بقيت مسجون في جسم حجري، عينيا مفتوحة للأبد عشان أراقب السرداب، وروحي محبوسة جوه صخر أنا هنا في الضلمة، جسمي كله اتحول لحجر بارد، حاسس بالزمن وهو بيعدي عليا زي موج البحر اللي بياكل الصخر. عيني الحجرية ما بقتش ترمش، بس بشوف كل حاجة، بشوف الحيطان اللي بتنزف دم، وبشوف النقوش اللي بتتحرك في صمت مرعب. لما مازن صرخ صرخته الأخيرة ما كنتش شايفه كضحية، كنت شايفه كقربان. الخنجر دخل قلبه، والدم اللي نزل منه ما كانش مجرد سائل أحمر، ده كان طاقة بتجري في عروق الحجر، بتصحي المعبد وبتغذي اللعنة اللي جوايا. جسمي بدأ يتشقق، جلدي اتحول لحجر قاسي، عظمي بيتكسر وبيتبدل بصخور باردة. الألم كان لا يوصف، لكنه كان ممزوج بإحساس غريب بالرضا. كنت بتحول لتمثال تاني، جزء من حراس المعبد الأبديين. شفت عاصم في خيالي مبتسم ابتسامة شحبة، روحه بتتحرر من جسده الحجري،
اللي أنا لبسته دلوقتي. هو دلوقتي حر، طاير في ملكوت تاني، وأنا اللي اتحبست في السرداب ده للأبد. أنا دلوقتي جزء من الحجر، روحي محبوسة جوه التمثال اللي فضلت سنين أشوفه. عيني مفتوحة للأبد، شايفة الضلمة والوحشة، شايفة كل حجر في المعبد، وحاسس بكل نفس بيطلع من تحت الأرض. المعبد ما كانش عايز قربان وبس، المعبد عايز حارس دائم، عايز روح تسكن جسد حجري عشان تحافظ على طقوسه الملعونة. اللعنة دي بتتنقل من حارس لحارس، وكل حارس بيتحول لتمثال مع مرور الزمن، وبيفضل تحت الأرض يشهد على كل قربان جديد. أنا دلوقتي واحد من التماثيل اللي بتملى المعبد، عيني بتراقب أي فضولي جديد هيدخل. ودلوقتي لو سمعت صوت خبط جاي من تحت بيتك، أو حسيت بريحة عفونة وبخور قديم بتطلع من البلاط، ما تخافش، ده مش شبح، ده أنا، أو يمكن أنا، أو يمكن أي حد من اللي اتحبسوا هنا قبلي. إحنا كلنا هنا مستنيين الضيف الجديد، مستنيين اللي هيسكن الشقة اللي جنبيك عشان ياخد مكاني. مازن فاق، بس يا ريته ما فاق. فتح عينه لقى نفسه متثبت بمسامير حديد قديمة فوق المذبح الحجري، والدم اللي نازل منه بيجري في سوائي محفورة في الأرض كأنها عروق للمعبد بتشرب من روحه. حاول يصرخ بس صوته طلع مخنوق، كأن حنجرته اتملت تراب. أنا كنت واقف فوق رأسه، بس ما كنتش خالد اللي هو يعرفه. كنت كتلة حجرية ضخمة، ملامحي ممسوحة، وصوتي طالع كأنه احتكاك صخرتين ببعض. ما تخافش يا مازن، قلت له والصدى بيرج المكان. الوجع لحظة والخلود للأبد. مديت ايدي الحجرية التقيلة وبدأت ألمس وشه. جلده كان بيتحول لحجر تحت صوابعي. الرعب اللي في عينه كان هو البنزين اللي مشغل المكان. المعبد بدأ يرتعش، والتماثيل اللي في القاعة بدأت تفتح عينيها وتطلع أصوات همس هستيرية. الأصوات دي ما كانتش بتشكرني المرة دي كانت بتضحك علينا إحنا الاتنين. فجأة السرداب كله بدأ يتهد، والتراب غطى كل حاجة. مازن اتحول لتمثال كامل وهو بيصرخ صرخة صامتة، وأنا رجعت لمكاني واقف حارس جنبه، جسد من صخر وروح محبوسة جوا نار. فوق في الشقة البلاطة رجعت مكانها لوحدها، والأسمنت نشف عليها كأنها ما اتفتحتش من آلاف السنين. الشقة دلوقتي فاضية، والهدوء رجع يسيطر على العمارة، بس هو هدوء ما قبل العاصفة. أي حد هيفكر يسكن في شقة خالد أو شقة عاصم هيدفع الثمن، والحيطة اللي بيننا وبينكم لسه بتسمع ولسه بتجوع. دي النهاية. بس اسمعني، اللي انتوا سمعتوه ده مش مجرد خيال أو قصة للتسلية، دي كانت اعترافات حقيقية وصلت لقناة سفيان للرعب على يوتيوب. الحكايات اللي بنحكيها هنا هي صدى لأصوات ناس اختفوا، وبيوت اتقفلت على أسرار مفيش بشر يقدر يتحملها. لو انت ساكن في بيت قديم وسمعت صوت خبط منتظم الساعة 12 بالليل، أو شميت ريحة بخور ميتين طالعة من تحت السرير، نصيحة مني: مازن فاق، بس يا ريته ما فاق. فتح عينه لقى نفسه متثبت بمسامير حديد قديمة فوق المذبح الحجري، والدم اللي نازل منه بيجري في سوائي محفورة في الأرض كأنها عروق للمعبد بتشرب من روحه. حاول يصرخ بس صوته طلع مخنوق، كأن حنجرته اتملت تراب. أنا كنت واقف فوق رأسه، بس ما كنتش خالد اللي هو يعرفه. كنت كتلة حجرية ضخمة، ملامحي ممسوحة، وصوتي طالع كأنه احتكاك صخرتين ببعض. ما تخافش يا مازن، قلت له والصدى بيرج المكان. الوجع لحظة والخلود للأبد. مديت ايدي الحجرية التقيلة وبدأت ألمس وشه. جلده كان بيتحول لحجر تحت صوابعي. الرعب اللي في عينه كان هو البنزين اللي مشغل المكان.
المعبد بدأ يرتعش، والتماثيل اللي في القاعة بدأت تفتح عينيها وتطلع أصوات همسة هستيرية. الأصوات دي ما كانتش بتشكرني المرة دي كانت بتضحك علينا إحنا الاتنين. فجأة السرداب كله بدأ يتهد، والتراب غطى كل حاجة. مازن اتحول لتمثال كامل وهو بيصرخ صرخة صامتة، وأنا رجعت لمكاني واقف حارس جنبه، جسد من صخر وروح محبوسة جوا نار. فوق في الشقة البلاطة رجعت مكانها لوحدها، والأسمنت نشف عليها كأنها ما اتفتحتش من آلاف السنين. الشقة دلوقتي فاضية، والهدوء رجع يسيطر على العمارة، بس هو هدوء ما قبل العاصفة. أي حد هيفكر يسكن في شقة خالد أو شقة عاصم هيدفع التمن، والحيطة اللي بيننا وبينكم لسه بتسمع ولسه بتجوع. دي النهاية. بس اسمعني، اللي انتوا سمعتوه ده مش مجرد خيال أو قصة للتسلية، دي كانت اعترافات حقيقية وصلت لقناة سفيان للرعب على يوتيوب. الحكايات اللي بنحكيها هنا هي صدى لأصوات ناس اختفوا وبيوت اتقفلت على أسرار مفيش بشر يقدر يتحملها. لو انت ساكن في بيت قديم وسمعت صوت خبط منتظم الساعة 12 بالليل، أو شميت ريحة بخور ميتين طالعة من تحت السرير، نصيحة مني ما تدورش ورا الصوت وما تحاولش ترفع البلاطة، لأن اللي تحت مستني قربان جديد. كانت دي حكاية من حكايات قناة سفيان للرعب. استنونا في الكارثة اللي جاية لو كان لسه في العمر بقية.